تخيل وياي إنك لاجئ عايش في خيمة، ما عندك شيء، وفجأة بعد سنوات تصير ملياردير ومؤسس واحد من أكبر مواقع العالم. تقول مستحيل؟ خلي أحد شيلك عن بيير، عمر الولد اللي غير معنى كلمة بداية بسيطة. بيير ولد سنة 1967، أبوه سوري وأمه إيرانية، وكانوا عايشين بظروف صعبة، فقرروا يهاجرون لأمريكا. وصلوا هناك وبدأوا من الصفر. أبوه اشتغل بكل شيء عشان يوفر لهم مستقبل. أما بيير كان طالب ذكي وهادي وعنده شغف بالتقنية. من صغره كان يحب الكمبيوتر، وأول مرة لمس فيها كيبورد عرف إن هذه لعبته. دخل جامعة تافتس ودرس علوم كمبيوتر وتخرج واشتغل بشركات تقنية، بس قلبه كان يدق لفكرة وحده. قال ليش ما يكون في موقع يخلي الناس تبيع وتشتري من بعض بكل سهولة؟ وبدأ الموقع سنة 1995 من غرفة صغيرة وبحاسوب قديم، سماها أول شيء أوكشن ويب، وبعدين صار اسمه إيباي. أول سلعة انباعت جهاز ليزر مكسور $14، لكن بعدها الدنيا قلبت. الناس بدأت تحط أشيائها وتبيع كل يوم آلاف المنتجات والطلبات والفلوس. والمفاجأة، ما كان عنده مستثمرين، ما كان فيه دعم حكومي ولا حتى دعاية قوية، بس عنده فكرة وعزيمة وثقة بالناس. خلال أقل من 4 سنوات إيباي صار من أكبر المواقع بالعالم، وبيير دخل قائمة المليارديرات. بس الأجمل إنه ما نسى أصله، أسس جمعيات خيرية ودعم تعليم اللاجئين، وأنشأ مؤسسات تساعد شباب العرب والإيرانيين والأفارقة. وقال مرة أنا ما نسيت يوم كنت أعيش في بيت بسيط، ولا نسيت إني كنت لاجئ. النهاية باللهجة الخليجية. بيير عمر مو بس مبرمج ناجح، هو دليل إنه النجاح ما يعرف جنسية ولا شهادة ولا ظروف النجاح، يعرف اللي يعاند الحياة ويصر يفوز. اقتباس تنهي فيه الفيديو. إذا عندك فكرة وآمنت فيها، ما في شيء يمنعك، حتى لو كنت لاجئاً أو مفلس.